ويا أهلا وسهلا. طبعا بأبدأ سلسلة جديدة مدتها 7 أيام، عبارة عن تحدي 100 ريال. هل 100 ريال هذه بتقدر تعيشني كفرد، كإنسان واحد؟ هل بتقدر تعيشني 7 أيام، أسبوع كامل؟ يعني بأجرب في هذه السلسلة شعور الأشخاص اللي عايشين بعيد عن أهلها. طبعا بأستبعد تماما البنزين، يعني مستحيل أعبي البنزين فبنستبعد البنزين. إيش اللي بيكون يشمل 100 ريال هذه؟ بيكون أكل وشرب لشخص واحد مدة 7 أيام. في جزء مني يقول 100 بتكفي، 100 بتكفي، بس شوية بيكون في شوية تقشف أكيد في نهاية الأيام. فحبيت إني أجرب وأتحدى نفسي 100 ريال هذه وأبدأ. طبعا واحدة من خواتي تقول لي قسما بالله إذا إذا ما التزمتي خلاص بدخل في التعليقات وأقول إنش ما أنتي قد التحدي. فخفت وبرضو يعني وفي نفس الوقت تحمست إني أجرب، تحمست إني أبدأ وأجرب. الفكرة في مخي من فترة طويلة، فقلت كل مرة أجلها، كل مرة أنشغل زي كذا. فالأسبوع هذا أبدا ما في تأخير، ما في تأجيل. قررت إني أبدأ السلسلة هذه. أول شخص مستفيد فيها أنا، ثاني شيء أي أحد بيشوف هذا المقطع قريب متغرب أو بعيد عن أهله، أعطيهم شوية بصيص أمل وأقول لهم ترى 100 ريال ممكن أنا ماني متأكدة، ما قد جربت، بس أقول ممكن 100 ريال هذه تعيشك لمدة أسبوع كامل. فتوكلنا على الله. اليوم الأول ببدأ أول حاجة بقلم وورقة. أنا إنسانة ما أمشي إلا بقلم وورقة، فببدأ أول حاجة بقلم ورقة أكتب الأساسيات اللي هي إيش؟ أهم حاجة اللي ما في إنسان على وجه الأرض يقدر يستغني عنها، اللي هي الموية. أنا شفت بعض المقاطع في ناس دخلوا التحدي هذا، فبعضهم إيش سووا؟ ياخذون الموية مثلا يوم بيوم، يعني اليوم بتطلع تاخذ وجبة تاخذ معها موية، اليوم تروح تاخذ سناك تاخذ معها موية. أنا لا، إيش فكرت؟ أخذ قلم ورقة وأكتب. شفت الدبة الكبيرة حقت الموية اللي تجي دبة كبيرة، والله ماني متأكدة كم سعرها، بس أتوقع حدود 8 ريال أو 9 إذا كثر 7، في الحدود هذه. أول حاجة بسويه باخذ الدبة الكبيرة هذه، بتكفيني أسبوع. أفضل من إني كل يوم أروح أخذ لي علبة علبتين وأشغل مخي بالتفكير. فتوكلنا على الله. ويا أهلا وسهلا. طبعا انطلقت من البيت الحين. أول حاجة بسويها إني بروح أصرف 100 قوت الأسبوع. هل 100 هذه بتعيشني أسبوع؟ 7 أيام فطور وغدا وعشاء؟ لا، فطور أصلا أنا ما أفطر، أنا من النوع اللي ما يفطر. غدا وسناك وعشاء. إحساسي يقول إني بأقدر، إحساسي يقوله، بس لازم نشوف مع بعض إن شاء الله. رحت أكتب كل الأشياء اللي بأحتاجها، اللي هي الموية والأشياء دي. فما بقضي للأسبوع كامل، بأخذ الأشياء الأساسية اللي هي الموية، الأشياء اللي بستمر عليها طول الأسبوع بتكفيني لنهاية الأسبوع. طماطم، خيار، موية للطبخ،
بعدين تذكرت موية الطبخ، لأنه غير مسموح لي إني آخذ في هذا التحدي. كل الأشياء بتطلع من المية، وبإذن الله إنه بيكون تحدي يعني مفيد لي ولكم بإذن الله. طيب الآن وين بنروح؟ بنروح نصرف 100 ريال إلى الصراف. نقول بسم الله وعلى بركة الله إلى الصرافة، نسحب 100 ريال قوت هذا الأسبوع. هذه 100 قوت الأسبوع. السلام عليكم. لو سمحت دبة موية. دبة موية. أيوة. صبة. كم كبير أكبر شيء؟ كبيرة 7. 7 أكبر شيء. أيوة. خلاص جيب 2. 2 أيوة. أبيض ولا حق شرب؟ أيوة. أيوة. 2 أيوة. وجيب في دجاج شاورما. دجاج أيوة. شاورما. أيوة. شاورما إيش؟ شركة إيش؟ مراعي. أيوة. خلاص جيب 1. أيوة. في كيلو في رز كم؟ أيوة. كم أقل كمية رز؟ كيلو هذا أبو كاس هذا 8 ريال. لا مو كيلو، أقل شيء. نص كيلو؟ يعني حق شوية بس. شوية نص كيلو هذا بس. آخر شيء نص كيلو. أيوة. كم نص كيلو؟ نص كيلو 4 ريال. خلاص جيب. خلاص باقي شيء ولا؟ لا بس. طلبت نص كيلو، أول مرة في حياتي أطلب النص كيلو. ما أدري كيف طريقة، كيف الحجم يعني، ما أدري والله. أتوقع إنه حق يوم واحد ممكن، ما أدري، نشوف الحين إن شاء الله. لا هذا نفسه بس شاورما كذا مقطع كذا هذا صدور. أيوة. كذا قصقص. أيوة. ما في نوع غير هذا؟ لا ما هذا هبة سيء. حق سندويتش حط فيه خبز. الله يلي المطبخ. أيوة يعني كاش. ما أدري وش الحل الحين. ما في اللي كان نفسي فيها اللي هي دجاج الشاورما، وممكن أخذ تونة، ما أدري والله. وهذه اللي بقيت تقريبا، خلينا نشوف مع بعض الحين، 50 60 70 80 81 82. هذه اللي بقيت 82 ريال. بروح الحين أخذ بروتين عشان الغداء، يا تونة أو بشوف إيش أخذ. دام ما في شاورما شوف إن شاء الله.
ديك بدون مويه رست خلاص. كله هذا كم؟ 24 ونص. نزلت اخذ هذه الاشياء كلها 22 اتوقع ونص، وهذا باقي 50 55 وريالين في الدرج، 55 56 57 ونص. هذه الباقي حقت اليوم 57 ونص. هل بتكفي تمشيني باقي 6 أيام أخرى؟ نشوف إن شاء الله في مقاطع الجاية. لو سمحت جيب طماطم 3 ريال طماطم، 3 ريال خيار، 3 ريال جزر، وواحد كبير تونة مراعي كبير بس. لا كاش كم كله؟ 17. امسكي. صراحة بدأت أتوتر، يعني بدأت أخلص 100 بتخلص باقي ما قد بدأت. ما أدري كيف، بس إن شاء الله نقول، لأن الطماطم والخيار هذه تقريبا متكفي كم يوم. الحين جاب الباقي، نشوف كم باقي. يا جماعة أحس إني بدأت يعني أتوتر. الحين أنا طلعت من البقالة يوم اشتريت هذه والأشياء هذه على أساس إنها تكون سناك في العصر، حليب، وأخذت هذه فطيرة تصبيرة، وأخذت ذا كيك 3 ريال. أنا ما أدري صراحة كم بالضبط، برجع المقطع اللي أول وأشوف كم بقي. يعني هذه قلت ب17 الكباب، وأكيد في كم حبة، يمكن يكفي 2 أو 3، ممكن 4 أيام. لسه الحين بروح أدخل البيت وأفتحه وأشوف كم حبة فيه. يلا برجع المقطع الأول اللي قبل هذا وأشوف كم باقي، لأن صراحة أحس إني بدأت أتوتر الآن. باقي تقريبا، يوم رجعت أعدها هذه الباقي، تخيلوا من 100 باقي 40 أو 44، 10 20 30 35، وفي يدي تقريبا 5 ريال ونص. معقولة؟ هل بتكمل لي باقي أسبوع ثاني؟ ما هو أيام ثانية، يعني اليوم الأول الآن باقي معايا قدامي 6 أيام، باقي قدامي 6 أيام. هل بتكفيني؟ نشوف إن شاء الله تكفي، وإني أكون قد التحدي بإذن الله. أفضل أرى الآن إني أروح المطبخ وأفردها كلها، أحطها قدامي كذا، أفرزها كل الأشياء اللي أخذتها والفلوس اللي باقي، وأركز كذا تحت المكيف، لأن الجو حار وأحس إني شوية تعبت من الحرارة. فبأدخل الحين ونفرزها مع بعض، وأشوف كم باقي، وإيش بتكون وجبات اليوم، وإيش بأكل اليوم، يلا. لأني أحس اللي لخبطني إن عندي فلوس من أول في المحفظة، فعشان كذا ما دريت هل صرفت منها هل من الذي، فلازم تحت مكيف نركز مع بعض. إلى المطبخ إن شاء الله.